سعود أوزيل يعني أعطي ثقة من جانب مورينيو وأعطي دورا، وهذه تصويبها، وهذا هدف أول لكريستيانو رونالدو من التسديدة الثانية، يسجل الهدف الأول. يقول لأوزيل لك الفضل في هذا الهدف لأنها تمريرة رائعة. كنت أتحدث عن أوزيل وعن دور أوزيل، وها هو كريستيانو رونالدو هداف الليغا الإسبانية يطل ويضرب بقوة من جديد ويفتح باب التسجيل للملكي الأبيض الأسود اللون في مباراة اليوم في الدقيقة 24. إذا كريستيانو رونالدو يفتح باب التسجيل، ولكن الدور الكبير فعلا لأوزيل. لاحظوا الكل يشكر أوزيل لأن التمريرة من أوزيل كانت رائعة، الرؤية من أوزيل ممتازة، وبالتالي كل لاعب لاحظوا هنا التقدم من أوزيل، التمهل من أوزيل، شاهد الانطلاقة لكريستيانو، أعطاه الكرة وكريستيانو بيسراه يغلب روبرتو. لاحظوا كيف مباشرة كأنها ضربة جزاء ولكنها متحركة، وبالتالي الكرة لاحظوا الرؤية، لاحظوا التحرك، لاحظوا التوقيت، ولاحظوا كيف أعطاه التمريرة الأمامية البينية الطولية الخفية، وجاء اللاعب المدافع من الخلف واسمه كريستيانو رونالدو. ونتيجة مثل هذه المعادلة لابد أن يأخذ الكرة ويرفعها للوراء. رونالدو مارسيلو، هدف ثاني لريال مدريد، عمل هجومي كبير وعمل استعراضي رائع، ومارسيلو يحرز الهدف الثاني لمصلحة لوس بلانكوس في الدقيقة 28 مباشرة. ريال مدريد يضاعف النتيجة، ومارسيلو ينهي عملا تكتيكيا ممتازا وعملا هجوميا جماعيا، ويقضي على مقاومة فريق خافير أغويرو الذي لم تنجح معه طريقة المدافعين الخمسة، وبالتالي دفع الثمن في أول نصف ساعة بهدفين. لاحظوا سلسلة من التمريرات، كريستيانو رونالدو إلى سيرخيو راموس، يتقدم يلعب الكرة، رونالدو لم يستطع أن يصل إليها بطريقة بهلوانية، ولكن مارسيلو فعل وبيسراه وضع الكرة بعيدة عن روبرتو في الدقيقة 28 ليحرز الهدف الثاني للريال الذي يتقدم على ملعب لا روماريدا معقل ساراغوسا بهدفين مقابل لا شيء. عمل كبير وسيطرة كاملة وترجمة منطقية ونتيجة تتسق مع مسار، لكن يأخذ وقت ويصوب والكرة تصطدم، وتشابي ألونزو يلعبها في المرمى. رائع تشابي ألونزو نظرة حادة وتصويبة ممتازة هذه المرة، وهدف ثالث لريال مدريد الذي سجل عبر كل الخطوط اليوم. دفاعا من مارسيلو، هجوما من كريستيانو رونالدو، ووسطا من تشابي ألونزو الذي يطلق الآن رصاصة الرحمة على آمال ساراغوسا ويحرز الهدف الثالث. تشابي ألونزو بتصويبة ممتازة بعد ارتداد الكرة من دفاعات ساراغوسا، يقرأها جيدا ويطلقها أرضية بعيدة عن متناول روبرتو على أقصى يساره، محرزا الهدف الثالث للريال، الهدف الملكي رقم 3. هنا طبعا كانت الكرة من مسعود أوزيل بداية الهجمة، رفعها لم يصل إليها كريستيانو رونالدو، أبعدها الدفاع، دي ماريا صوب ارتدت وتقدم لها من 25 متر تشابي ألونزو على الأرض، وضعها كالسهم عن يسار الحارس روبرتو، محرزا الهدف الثالث والأول لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء في هذه الأمسية الملكية بامتياز. زيما يمر لدي ماريا، دي ماريا داخل منطقة عرضية، وكريستيانو رونالدو هو الهدف الرابع لريال مدريد والثاني شخصيا للبيتشيتشي لهداف الليغا الإسبانية في الموسم الماضي. يبدأ هدافا، وإن كان المتصدر الآن سولدادو من فالنسيا بعد الفوز ب4-3 في مواجهة الأمس، لكن كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني، والأنصار القلائل لريال مدريد يحتفلون، وهذا هو الهدف الرابع في الدقيقة 71. ودي ماريا هو الذي يخرج لكي يشترك كاليخون اللاعب السابق في اسبانيول. لاحظوا الهجمة، لاحظوا أن أهداف ريال مدريد كلها جاءت نتيجة عمل جماعي، وكلها جاءت نتيجة جهد وتمريرات. ولاحظوا هنا بنزيما إلى دي ماريا الذي صنع هدفا قبل أن يودع الملعب ويتم استبداله وإشراك كاليخون بدلا منه. التبديل الأول لريال مدريد، ولكن كما قلت دي ماريا ودع الملعب بتمريرة مائلة ممتازة، ضربت الدفاع وفتحت الشباك امام رونالدو الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لريال مدريد في مباراه كبيره للريال. تسديدات قويه، يلعب بعيد على المرمى، يلعب بعيد، المفروض يشارك اكثر. نعم، ممكن يقوم بنفس الدور اللي يقوم به. شوفوا ضد البارسا سجل هدف بالطريقه هذه. نعم. يسجل عندما يقترب من المرمى، يقترب يسجل، لانه عنده تسديدات ممتازه. اللاعب هذا عنده قوه تسديدات، وحتى في معناتها وضع الكره في الزاويه، ولهناك هدف ممتاز من كاكا. عودنا يسجل هكا. ثقه كابتن تعود الان رغم انه لاعب كبير، الا انه عندما يسجل تعود له ثقه.
بطبيعه الحال كل لاعب مهما العمر ما عندوش قيمه. اللاعب لما يسجل هدف ترجع الثقه للاعب، لان كاكا لاعب كان من افضل اللاعبين في العالم في السنوات. وتمريره ممتازه. كان سراقسطة لم يتمكن من مواصله المباراه، كان يعاني بدنيا، صعوبات كبيره. كما قلنا انه فريق الريال جاهز، لعب اكثر مباريات، اول مباراه ليه رسميه فريق سراقسطة عانى. وهذه كونترا، يعني انا اقول تجربه هامه جدا لكونترا، لاعب ارتكاز قدم مباراه طيبه جدا. نشوفوا التمارير هنا للاعب كاكا اللي دخل سجل هدف ومرر هدف للاعب الممتاز. هذا هو الانسجام ايضا، هذا هو. شوفوا هنا تمريره ممتازه والتمركز جيد، ونشوفوا هنا قوه التمريره، حتى الحارس حتى يلمسها ما يلقى صعوبه لترويض الكره الحارس، يعني حتى اذا لمسها المدافع ربما تدخل. لان ذكي اللاعب كاكا، لانه يعرف ان الحارس يمكن يعترض